السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد التروبيكال بالمونري ايزينوفيليا، ودي عبارة عن ان الادلت وورم والمايكروفيلاريا بتاعت الوتشريريا بنكروفتي والبروجيا مالايي بيكونوا موجودين في اللنج ومستخبيين فيها ومش بيظهروا في البلد. فالانسان ده بيحس باعراض حساسية الصدر، زي ان هو عنده ضيقة النفس والكحة كمان. لما بياخد ادوية الحساسية مش بيكون ليها اي تأثير عليه، بيفضل ده برضو عيان وعنده كحة وعنده ضيقة نفس. وهنعرف اكتر ده ازاي بيحصل لما نعرف اللايف سايكل بتاعة الوتشريريا بنكروفتي وهي برضو بتاعة البروجيا مالاي. اما عن اللايف سايكل فهي بتبدأ بإنسان بيكون مش مصاب بأي حاجة، ولكن بتاجي الناموسة اللي اسمها الفيميل كوليكسيبيبيانس واللي منتشرة أكتر في مصر والمحملة بالإنفكتيف فيلاريفورم لارفا، وبتاجي تجرس الإنسان ده. فلما بتجرس الإنسان ده بتديله الإنفكتيف فيلاريفورم لارفا. الانفكتيف فلاريفورم هنا لارفا بتاجي تدور على اقرب ليمف فيسلز، وبالاخص اللي موجود في منطقه الانجوينال، منطقه البلفيك، وكمان المناطق الجينيتاليا من التستس او الاوفري، هي بتحب تكون في المناطق دي عشان تتحول لادلت ميل وفيميل. الادلت ميل وفيميل بيبدا يتغذوا، بعد الادلت ميل بيخص بالادلت فيميل عشان الفيميل هنا تدينا المايكرو فيلاريا. المايكرو فيلاريا برضو بيكونوا موجودين في الليمف فيسلز والليمف نود. في الفترة الصباحية وخصوصا في النهار الميكروفيلاريا بتحب تستخبى تدارى كده، يعني ايه، تروح اي مكان تدارى، ما بتروحش تحبش تظهر خالص في البلاد فيسلز. طيب بتروح فين بالظبط؟ بتروح في البلاد كابيلاري اللي موجودة في اللنج، بتقعد فيها كده في فترة النهار، ولكن بتطلع بالليل في البلاد فيسلز من 10 بالليل لحد 4 الفجر. طيب ليه بتظهر بالأخص في الوقت ده؟ لأن الناموسة بتجي تجرس البيشنت ده في الفترة دي اللي هي من 10 بالليل لحد 4 الفجر، عشان كده تكتمل اللايف سايكل. فلما تاجي الناموسة دي وتجرس البيشنت ده تجي تحصل على الميكروفيلاريا اللي هتتحول فيها إلى الانفكتيف فيلاري فورم لارفا، وبكده تقدر تجرس الإنسان ده تاني وتحمله انفكتيف فيلاري فورم لارفا تاني ويتحول لأدلت ميل وفيميل، أو تجرس واحد تاني أصلا ما كانش مصاب بالوتشريريا بنكروفتي. أما هنا بقى لو كنا حابين نعرف تفاصيل أكتر عن اللايف سايكل، فمين هنا الديفينيتيف هوست؟ الديفينيتيف هوست طبعا هنا هو الإنسان، هو اللي أخذ الديزيز وهو اللي هيظهر عليه الأعراض. طيب مين هنا الفيكتور ومين الحامل ومين اللي نقل الديزيز ومين اللي جرس البيشنت ده؟ هي الكويلكس بيبيانس. أما إزاي حصل المود اوف انفكشن؟ من خلال جرسة الكويلكس بيبيانس للإنسان. اما الانفكتيف ستيج من خلال ان الانفكتيف فيلاري فورم لارفا كانت موجوده في الكوليكسيبيبيانس، وهي اللي تتحول ادلت ميل وفيميل، فهي كده الانفكتيف ستيج. اما على الديagnostic ستيج ان انا اخد عينه. طيب العينه دي انا باخدها في اي وقت كده وخلاص؟ لا، انا باخدها فتره زي ما احنا اتفقنا ان الميكروفيلاريا بتظهر من 10 بالليل لحد 4 الفجر، فانا كده بضطر باخدها في الوقت ده. باخد عينه من البلد عشان اشوف الميكروفيلاريا اللي هي من 10 بالليل لحد 4 الفجر. طيب من هنا الهابيتات هي موجوده في الليمف فيسلز. طيب هنا حاجه مهمه لازم تعرفوها، ايه هنا نوع الترانسميشن؟ نوع الترانسميشن هنا كان سايكلو ديفلوبمنتال. يعني ايه سايكلو ديفلوبمنتال؟ يعني هي انفكتيف فيلاري فورم لارفا دخلت وبعدين كبرت واتغيرت في الشكل، لكن ما اتكسرتش في العدد، فعشان كده احنا بنقول عليها ديفلوبمنتال، يعني ايه، تطورت وكبرت. لكن لو اتكسرت في العدد بنقول عليها اتكسرت في العدد من غير ان هي تتغير في الشكل بتاعها، بس بنقول عليها سايكلو بروبيكيتيف. في البداية تروبيكال بالمونري ايزينوفيليا، ودي بنقول عليها الاوكالت بلاريجيزس. اوكالت هنا بمعنى مختفية او مستخبية، فلاريجيزس جاي هنا من الميكروفيلاريا، فهنا يقصد ان الميكروفيلاريا بتكون مستخبية او مختفية. وده ليه؟ لان احنا لما بنيجي بناخد بلاد سامبل بلاقي ان مفيش اي ميكروفيلاريا موجودة في البلاد. وده ليه؟ طبعا زي ما عرفنا في اللايف سايكل ان هي بتكون موجودة في اللنج. فلما بتكون موجودة في اللنج بتيجي عليها بقى خلايا ليزينوفيليا عشان تحاربها، بقى ده جسم غريب، فبتفرز عليها اللايسوزايم عشان تقدر تموتها. فلما بتفرز عليها اللايسوزايم بيحصل هنا انفلاميشن والتهاب، وده بيؤدي لحدوث أعراض نفس أعراض حساسية الصدر. إن الإنسان ده والبيشنت ده بيبقى عنده باراكزوسمال كاف،
وكمان عنده ضيقة نفس مش قادر ياخد النفس بتاعه، فبيضطر بعدين ان هو يروح للدكتور. فلما بيروح للدكتور بيديله بقى علاج بتاع حساسية وأدوية وبخاخات، ولكن ده كله مش بيعمل حاجة، لأن طبعا ده بسبب ان الميكروفيلاريا بتاعت الوتشريريا بنكروفتي او البروجيا مالاي بتكون موجودة في اللنج، مش بسبب حساسية، مش أعراض سبب حساسية. طيب أنا هنا إزاي أعمل دايجنوزس للحالة دي؟ الدايجنوزس هنا بيكون من خلال التالي. أول حاجة إن أنا بشوف الهاي إيزينوفيليا وكمان الأي جي إي بيكون عالي. هل ده كافي؟ لأ. هنا برضو أعراض الحساسية اللي ممكن حساسية الصدر بيكون فيها نفس الحاجة دي اللي هي الهاي إيزينوفيليا، والأي جي إي بيكون عنده عالي لأن ده طبعا الألرجي مانيفستيشن، فطبعا بيكون الأي جي إي عالي. لكن هنا اللي بيميزها ان بنلاقي كمية عالية من الانتي فيلاريال انتي بودي، بنلاقي كمية الانتي بودي اللي اتفرزت ضد الانتي فيلاريال دي نلاقوها عالية. بالاضافة لكده ان احنا مش بنلاقي الميكروفيلاري زي ما قلنا كده في البلد، ولكن لو اخدنا بيوبسي من اللنج كده ممكن نلاقي الميكروفيلاريا دي موجودة. وكمان بالاكس راي بنلاقي ان اللنج كده فيها بوتش بيضة، بقع بيضة. طبعا اللنج في الاكس راي بتبقى سودة، ولكن احنا هنا بنلاقي ان هي اوبليك بالابيض كده وفيها بوتش بيضة في الاكس راي. طيب هنا العلاج ازاي انا بعالج الحالة دي؟ بعالجها من خلال ان انا بدي الداي اسايل كربامازين، والداي اسايل كربامازين ده بديه لمدة 10 ايام وبعدين بكرره تاني. اما على البريفنشن والكنترول فبيكون من خلال السكريننج والريبنس. طيب انا بعمل ايه في السكريننج؟ بعمل ان خلاص بقى البيت بقى بحاول ان انا احط عليه سلك في الشبابيك واقفله كويس عشان ما يدخلش الحشرات دي. الريبلنس ان انا بحاول ان انا ارش المبيدات الحشريه عشان اتخلص من الحشرات اللي موجوده في المنزل. بالاضافه لكده ان انا بلبس ملابس تكون فاتحه عشان الناموس او الحاجات دي بتروح اكتر للحاجات الغامقه. وكمان ان انا بدي كيموبروفلاكسس. كيموبروفلاكسس هنا بديه لكل الناس سواء مصابه او مش مصابه، عشان بقى ايه احاول حتى لو كانت هي اتصابت احاول اتخلص ان انا بديله الايفرمكتين او اديله الداي اسايل كربامازين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناه التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركه القناه على اوسع نطاق.